بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. في فيديو النهاردة إن شاء الله بيتكلم لو عندك حبتين من البطاطس، ايه رأيك اللي احنا هنعمل بيهم الأكلة دي تنفع في الفطار وفي الغدا وفي العشاء. الأكلة دي كمان تعتبر اقتصادية وعلى قد الإيد، يعني المصروف لو أزم معاكي ممكن تعملي الوصفة دي. وصفتنا النهاردة إن شاء الله هنعمل بالحبتين البطاطس دولت، هنعمل صينية عجة، وأكترية المكونات بتاعتها بتكون موجودة في البيت. يعني ممكن لو اشتريتي ممكن بتشتري حاجة بسيطة خالص زي الخضرة، أو ممكن البيض يعني لو فاضل عندك كام حبة بيض كده بقى آخر الأسبوع وكده، ممكن اللي انت تعملي بيهم الوصفة بتاعت النهاردة دي. يلا بينا ندخل نشوف الفيديو. انا عندي هنا بصلايه كبيره، وعندي معلقه كبيره من الفلفل على طول، وعندي 3 وحدات من الطماطم مقطعاهم مكعبات، وعندي هنا الخضره انا حاطه هنا شبت وبقدونس وكزبره. انا بحب ان انا احط دلوقتي الخضرة مشكلة، لان طبعا عارفين ان الخضرة كل نوع بيبقى له فايدة، فالخضرة اليومين دولت رخيصة وكتيرة، فانا قلت ان انا استغلها في الاكل، في الاكل عامة. وعندي هنا حبيتين من البطاطس دي حبيتين كبار، سلقتهم طبعا بتتغسل كويس قوي، وبعد كده بتاخديها تسلقيها. انا سلقتها بقشرها، وبعد كده بقشرها وهرسها بالهراسة. ممكن اللي انتي تبشريها بالمبشرة في الجهة الناعمة، او بكعب الكوباية كده تهرسيها، او بشوكة. اهم حاجة تهرسيها معاكي وتكون ناعمة معاكي. وعندي هنا بقى البيض، انا حطيت هنا 5 حبات من البيض دولت اللي كانوا موجودين عندي. زي ما قلت لكم انا طلعت كل المكونات اللي كانت عندي في التلاجة. حطيت بقى عليها البهارات، حطيت ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، وحطيت بابريكا، كل ده معلقة صغيرة. واخد طبعا بالي من الملح، تظبطي الملح بتاعك. هنخش بقى على التحضير. عندي طاسة على النار، هحط فيها شويه من الزيت، شويه صغيرين خالص، انا مش هكتر، وانا ما عدتش بحب ان انا اكتر من الدهون. يعني بحب ان انا اخفف، وفي اكلات كتيره بتتعمل بدون ما اضيف لها زيت ولا سمنه، وبتكون حلوه قوي وخفيفه وصحيه كمان. هنا حطيت البصلايه. هنا ممكن ناس تسالني تقولي فين البصل اللي انتي فرزاه. البصل اللي انا فرزته زي ما قلت لكم، البصل ده كان عندي في البلكونه والشتا نزل عليه فبوظ شويه منه، فانا اخدته فرزته، واخدت منه اللي هو السليم، قلت اللي انا افرمه في الكبه واعينه في الفريزر. انا لسه عندي بصل، يعني انا لسه عندي بصل. انا الحمد لله البصل ايام ما كان رخيص انا كنت جايبه شكارة اللي هي بصل من الأحمر، وشكارة بصل من الأبيض، فالحمد لله لسه عندي اللي هو يكفيني. فأنا بطلع من اللي هو لسه في البلكونة، والتاني المتعان سبته متعان زي ما هو. وقت بقى ما احس ان انا محتاجاه او مستعجله لسه هفرم بصل، النور قاطع عندي مش عارفه ايه، ممكن ان انا اطلع منه. هنا البصلايه اهي بعد ما هي احمرت او اصفرت، انا مش عايزه لونها يغمق معايا، انا بس عايزه ان هي ريحتها تطلع، وكمان لونها يكون داخل على الاصفرار. حطيت معلقه الفلفل والثوم. الفلفل ده برضو مفرزاه، وهنزل لكم بالفيديو بتاعه، فيديو جميل جدا هينفعك في شهر رمضان بأمر الله، وهيوفر عليكي كتير. هنا خلاص بعد ما حطيت الثوم، اول ما احس بقى ان ريحة الفلفل مع الثوم مع البصل كل ده ريحته طلعت مع بعض، بعد كده بقى هنزل بالطماطم. الطماطم بقى هنا لو انتي حابة ان انتي تقطعيها مكعبات كده زي ما انا مقطعاها براحتك، حابة ان انتي تجيبي مبشرة وتبشريها بيها عشان ما تبقاش باينة برضو براحتك. وهنا الطماطم اختياري، يعني حابة تضيفيها براحتك، مش حابة برضو براحتك، بس هي بتديها ريحة وطعم حلو قوي. عايزاكم تجربوا المكونات دي كلها مع بعض، هتديكوا طعم تحفة. وكمان هنا بعد ما خلصت الطماطم بعد ما قلبتها، هي طبعا مش بتاخد وقت، هاخد الخضرة هنا مش هضيفها كلها، هضيف نصها وهسيب النص التاني، لان طبعا الخضرة لما بنحطها على النار بتدبل معانا وبتبقى لونها مش يعني بيغمق معانا. فانا هحط نصها ان هي يبقى لها ريحة وطعم، لان ده بيبقى له طعم وده بيبقى له طعم، فهحطها مع المكونات ان هي تختلط مع بعضها ان هي تدي طعم. واللي هيتبقى ده هضيفه في الاخر مع الخليط اما يبرد عشان كمان يديني لون وطعم.
هنا خلاص بعد ما ضفت الخضرة، لو انتي كنت حابة ان انتي تضيفي البهارات في الوقت ده ممكن تضيفيها، يعني مش شرط ان انتي تحطيها على البيض زي ما انا حطيتها. وعلى فكرة هي في الوقت ده لو انتي ضفتيها بتدي ريحة اقوى من اللي انتي كنتي بتحطيها على البيض، بس انا استسهلت قمت حطاها على البيض مرة واحدة. هنا خلاص بعد ما خلصت كله دخل مع بعضه، هطفي بقى النار كده. خلاص كل حاجة استوت معايا، خلاص هطفي النار. انا طفيت النار، بحط بقى البطاطس معاها ان هي تبرد لي الخليط ده. هحط البطاطس وهحط الخضرة عشان الخليط يبرد معايا، عشان اما اجي اضيف البيض ما يتكتلش معايا او يستوي معايا. هقلب بقى البطاطس مع المكونات ديت واخلطها كويس. ولو لقيت كده في بطاطس كده ما اتهرستش معايا، ممكن اللي انا افكها كده بالمعلقة. هنا خلاص بعد ما قلبت المكونات دي كلها مع بعض مع البطاطس، هجيب بقية الخضرة وهضيفها عليه. هضيف البيض اخر حاجة. ولو انتي قلبتي المكونات دي مع بعض وحسيتي ان لسه الخليط معاكي سخن، استني عليه شوية ان هو يبرد وبعد كده ضيفي البيض. لو انتي حابة ان انتي تكمليها في قلب الصينية ديت، يعني تفرديها كده في قلب الصينية وتدخليها في الفرن، او الطاسة اللي انتي بتعملي فيها وتدخليها الفرن، مفيش اي مشكلة. بس اهم حاجة تأكدي ان المكونات ما هيش لازقة فيها من تحت زي ما انا بقلبها كده، والمكونات كده زي ما انتي شايفة ما هيش لازقة فيها من تحت. او ان انتي حابة تجيبي صينية وتدهنيها زيت وتعفريها بالدقيق وبعد كده تضيفي عليها الخليط براحتك. انا عملت كده، جبت صينية دهنتها زيت وعفرتها بالدقيق وضفت عليها الخليط زي ما بنعمل كده صينية الكيك بالظبط، حتى التسوية بتاعتها زي الكيكة كده بالظبط. هنا خلاص المكونات قلبتها كلها مع بعض والمكونات اتأكدت ان هي بردت. جبت البيض بضربه، افك البيض ده كله مع بعضه، اتأكد الاول ان هو فك، وبعد كده هاخده اضيفه عليها. وده اخر حاجة في المكونات. خلاص وكده الصينية بتاعتنا خلصت. حاجة اقتصادية وعلى قد الايد وحاجة سهلة اهيت مش بتاخد وقت. عايزة اقول لكم ان هو مجرد ساعة هتلاقوا الاكلة دي خلصت حتى بالتسوية بتاعتها. طب اقتصادية ازاي؟ اللي انا كمان النهاردة ما طبختش رز، يعني احنا اكلناها بعيش ووفرت تمن الرز. عايزة اقول لكم ان تمن الرز اللي انا بوفره بعينه في جنب اللي انا اجيب بيه رز تاني. يعني تمن الرز، يعني مثلا انا بوفر اكلة مرتين او 3 في الاسبوع اللي احنا بناكلهم بعيش، بعينهم اللي انا اجيب بيهم رز عشان يمشيني الاسبوع الجاي، وهكذا عشان ما احسش ان الرز او تمن الرز عبء عليا. فانتي مشي نفسك كده باكله مرة او مرتين في الاسبوع، وبتمنهم خدي الفلوس جيبي بيها رز على طول. لانك لو عنديها هتضطري ان انت تصرفيها في حاجة تانية. الفلوس زي ما بيتقال كده بيتفتح لها 1000 باب، لو ما جبتيش بيها الحاجة بس في ساعتها هتلاقيكي صرفتيها. هنا خلاص بعد ما خلصت البيض وقلبت ده كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين الخليط اهوت. هتقولوا الخليط هنا مش هيتضاف له دقيق، لا مش هيتضاف له دقيق، البطاطس فيها كمية النشا المناسبة بتاعتها وهتربط معانا، ما تقلقوش. وعايزه اقول لكم ان انتوا ممكن تبدلوا بدل البطاطس، ممكن لو انتوا حابين تحطوا كوسة ممكن تحطوا كوسة، هتبقى مفيدة جدا وصحية. بس وقت ساعتها هتضطروا تضيفوا دقيق لان الكوسة مفيش فيها نشويات عشان ان هي تربط. وممكن كمان تحطوا قرنبيط بدل البطاطس، وبدل الكوسة ممكن تحطوا قرنبيط، بس برضو هتضيفوا نشا او ممكن تضيفوا الدقيق. يعني اي خضار انت حابه ان انت تحطيه حطيه. وفي ناس ما بتحبش ان هي تحط بطاطس ولا خضار وبتعملها بدقيق بس انا شايفه ان البطاطس افيد من الدقيق. هنا خلاص بفردها في الصينيه. في الوقت ده انا مشغله الفرن، بشغله الاول على اعلى درجه لغايه ما يسخن معايا، وبعد كده بهديه على الدرجه اللي في النص، وبدخل الصينيه دي على الشبكه اللي في النص. اول ما بلاقي الطروف بتاعتها احمرت يبقى كده خلاص هطفي عليها من تحت واشغل الشوايه. لو الفرن بتاعك بيشتغل من فوق ومن تحت هدي الشوايه عليها خالص، يعني حاجة بسيطة خالص، وشغلي من تحت هتلاقيها استوت من فوق ومن تحت، وهي مش بتاخد وقت معاكي، يعني اقل من نص ساعة هتلاقيها استوت معاكي. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن زي ما انتوا شايفين. احلى حاجة فيها بقى ان انتي تاكليها سخنة. احنا اكلناها سخنة. انا بقطعها لكم اهيت، المفروض ان هي تبرد شويه عشان اعرف ان انا اللي انا اقطعها لكم، بس برضو في نفس الوقت حبيت ان انا اقطعها عشان اوريها لكم، وزي ما قلت لكم عشان اللي احنا ناكلها سخنه. لو انتم ملاحظين الدخان طالع منها اهوت. طب احنا اكلنا منها جنب منها ايه؟ لو انت حابه تقلي بتنجان وفلفل براحتك. انا كان عندي بتنجان اللي هو بابا غنوج في الفريزر، طلعته جنب منها، ومخلل وخضره، واكله اهيت اقتصاديه وعلى قد الايد، وزي ما بنقول كده يوم وعد.
ده اكلتنا النهاردة، وصفة العجة. زي ما انتوا شايفين حاجة سهلة وبسيطة، مش هتاخد وقت معاكم. ده كده حبايب قلبي فيديو النهاردة خلص، يا رب يكون نال اعجابكم. اسيبكم في رعاية الله واستودعكم الله.